السلام عليكم. وعليكم السلام. يا الاخبار؟ وحيد، ان شاء الله كويس. كيف اخبارك؟ امورك شنو؟ ان شاء الله طيبه. الحمد لله يا الله يكرمك يا هذا الريا هنا اكس 9 دي. هونر اكس 9 عندي هاي عندي. ده هونر اكس 9 عندي سعودي. سلام يا اخ. بكم ده؟ والله واحد بنبيع فيه للزبائن احنا ب 1900، لكن ليك انت احسب لي 1850. والله يا ماجد يا اخوي هسه انا عندي الف في الحساب ومحتاج للتليفون ضروري والله. الف بتجيب لي الباقي بتاعي لك. والله الباقي اسبوع بس بالكثير. اسبوع؟ اسبوع واحد بس. يا زول ما مشكله، على بركه الله. خلاص عادي. هسه انا بمشي بنزل حسابي بتاع بنكك برسل لك الالف في حسابي. بس خلاص تمام. عديلة. الله يكرمك. تسلم يا اخ. يا مرحبا ماجد. يا زول لا مرحبا ولا تفضل. شنو يا زول؟ يا زول اديني قروشي يا وحيد. يا زول دقيقة انا فاهم. يا زول لا تفهمني ولا اي حاجه. الليله كم؟ الليله كم؟ الليله مش 10 يوم؟ انت قلت لي اسبوع يا زول. اسمع كلامي يا زول لا بسمع كلامك ولا اي حاجه. اصله انتوا كده شفتوا؟ بعدين يشيلوا قروش تتمسكروا، بعد نجي نشيل قروشنا تعملوا لنا حركات. بكره انا بجيب امر قبضي، كان ما دفعت لي قروش والله ادخلك السجن. شايف ذاك البيت يا جناب؟ البيت ده؟ الباب البني ده بس. هذه حركاته بس، نهاية يفتح الباب. ماجد كيف؟ يا جلكسة صحة؟ كيف الاخبار؟ ان شاء الله طيب. السلام عليكم. يديك العافية. حبيت في حلتنا مالك الليلة؟ والله جاي لي وحيد ده. جاي تزوره؟ يا اخي ازور ليش يا اخي؟ يا اخي وحيد ده شال مني تليفون قال لي بجيب لك القروش بعد اسبوع، الليلة 11 يوم. الليلة 11 يوم، جيته امس قال لي شنو؟ عمل لي فيه عيان، الليلة جايب لهم رقبة عديل معي جنابه ده. يعني جيتوا امس؟ جيته امس هاي عمل لك فيها عيان؟ عمل لي فيه عيان هاي. يا ماجد يا اخي عارف ظرف الزول اول، اسال ادي الزول فرصة اعرف ظرف الناس عشان تتكلم بعدها. صاحبك ده قبل 6 يوم تعب ووديناه المستشفى. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. تفضل تفضل. كيف الاخبار؟ مرحبا، يديك العافيه. الله يكرمك. بارك الله فيك. طيب قلت الفحوصات كلها عملتها. ايوه تمام تمام تمام. وحيد تمام. 100 100 100 100 100 100. وحيد ايوه يا اخي للاسف الشديد عندك كانسر في الدم. وعملوا له فحوصات وطلع عنده كانسر في الدم. كانسر في الدم؟ ايوه كانسر في الدم، والان في مستشفى النصر بياخذ في الجرعات. يا اخي اول اعرف ظرف الناس، اسال او تعال اسالنا نحن، بعد ذاك احكم. وسي يا اخي احسن تمشي تزوره من مكانك ده، تمشي تزوره هناك، وانا بجي عليكم هناك ذات الليله بجي ان شاء الله. تقريبا هو في الغرفه 6، تقريبا في الغرفه 6. امشي وانا بجيكم بهناك. خلاص والله مين دري ابن ده ماشيين عليه. على الله شوف ظلمت الزول كيف. جلكس ده قال لي زول ده في الغرفة 6، الغرفة 6 مالها زي المقفولة. يا ابو الشباب كيف الاخبار؟ يا اخي بزعل من المريض في الغرفة 6 هنا. الحمد لله يا زلمه توفى. توفى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ده ماجد؟ يا زول ماجد مالك يا زول بتبكي؟ وحيد قال توفى يا حب. في الغرفة 6 يا اخي، انا نازل من وحيد في الغرفة 9. يعني عايش؟ عايش هاي. انا والله كنت مستعجل قلت لك الغرفة 6، لكن معلش الحمد في الغرفة لله. 9 رح نمشي الحمد معك. لله يا رب. الحمد لله رح نمشي معك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله. السلام عليكم. يعطيك العافية. الله يكرمك. خليك قبلك يا قبلك. كيف اخباركم يا اخ؟ انت كيف ان شاء الله كويس؟ الحمد لله والله. امورك كلها تمام؟ انا 100% الحمد لله. يا وحيد ماجد ده جاي يزورك في البيت ويكفر لك، لقاك ما في. انا قلت له الزول ده في المستشفى، جزاه الله خير جاك في المستشفى. ما بتقصر والله يا ماجد يا اخوي. وانا دايرك تحفي لي يا اخوي، لانه انا جيتك في لحظة غضب قلت لك قروش وما قروش. انا كان مفترض ازالك من اخبارك واحوالك قبل ما ازالك من القروش، لانه البين عشرة عمر.
احفي لي يا اخوي. لا عافي لك يا ماجد يا اخوي، وانت كمان عافي لي. كان مفترض اجيب لك القروش في زمانها، لكن بس المرض بقى اكبر مني. عافي لي يا ماجد يا اخوي. انا عافي لك لوجه الله تعالى، وشد حيلك عشان تقوم لنا بالسلامه يا بطل، ونحن في انتظارك. ظروف الناس زي ورقة مقفولة جوا قزازة، يا تفتح القزازة وتقرا الورقة، يا ترمي القزازة وتخليها تتكسر.